بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتني خالص من الفيديو اللي فات. جيت لكم بفيديو جديد النهارده مختلف خالص عن الفيديوهات اللي قبل كده. بصوا بقى، بدخل الدقيق في طبق صغير وحالتي حاله. بنعمل النهارده هنعمل زلابيه. بصوا، عملت كوبايه ونص بس عملوا لي كميه حلوه يعني. ابني جالي فجاه كده النهارده وكده، فهو بيحب الزلابيه يا حبيبي، وغرسته فيها بقى. هو كان بيعملها لي حلوه وكده زمان. والله اشتقت للوقفه بتاعته في المطبخ، وهو اللي كان بيقف يقليها لي يعني وكده. فياسمين بنتي عايزه حاجه مسكره، عايزه حاجه مسكره. فقمت عملت لها بسرعه كوبايه ونص دقيق كده، وعليهم معلقه سكر، وعليهم معلقه خميره، ورشه ملح صغيره، وميه دافيه. بس كده، وتقعدي تعجني فيها لغايه ما اللي بتاع العجينه تبقى عامله زي عجينه الكيكه كده، ولا منها خفيفه زي عجينه الكريب، ولا منها تقيله. تقعدي تعجني كده بالميه، تعبت لي دراعاتي خالص والله. بس انا عندي العجان، بس هو العجان بتاعي لما بحط فيه كميه دقيق صغيره اللي بتاع مش بيتعجن يعني الدقيق. فعلى ايديا كده بسرعه بسرعه. ودي ميه دافيه كنت مدفيها في الكاتل، وحطيت لها ميه كده زي ما انت. طبعا الدقيق بياخد معاكي يعني، كل دقيق مختلف عن الدقيق التاني. فقعدت اعجن فيها كده بقى، ما نفعش طبعا بالمعلقه، فجبت المضرب بتاعي وقعدت اعجن فيها. سريعه وحلوه وحاجه مسكره. ويعني بدل ما بنشتري الحاجات دي بقت غاليه جدا بره. وانا جوزي بصفه مستمره بيشتري لي الحاجات دي من بره الصراحه. بس ساعات عيالي كده بيحبوا ايه يشغلوني في البيت، بيفتكسوا افتكاسه بقى بالليل كده، ما يحللهمش اللي ايه في السهره كده في السقعه دي. اعملي لنا حاجه مسكره، اعملي لنا حاجه مسكره. فمش مشكله، انا عملتها بسرعه، ما خدتش في ايدي وقت. وعشان خاطر تخمر بسرعه، يا اما تفتحي لها بتاع الفرن وتحطيها جنب الفرن كده، يا اما تحطيها جنب دفايه، عشان بس ايه تسرع في عمليه الخمر بتاعها. هوريها لكم دلوقتي، ما قعدتش مثلا نص ساعه كده واترفعت معايا على طول. بصوا دراعتي بقى وجعتني جدا وانا بعجن في بتاع العجينه، بتبقى مع ان هم حبه مش كتار، بس يعني عشان البتاع الرخام عالية عليا. وغطيتها كده واللي هو الاسترتش رول ده، ورحت حطها شوية جنب الدفاية. اكلوا فيها بقى. اوريكم دلوقتي، كان نفسي اسيب لكم الصوت على الصورة، بس بقى يا حبيبي يعني محمد زعلني في الاخر. واحدة اخر واحدة كده هوت راحت مفرقعة في ايده، وهو بيقليها. فخلي بالكم، ربنا خير حافظا يعني. بصوا خمرت ازاي. هو اتلسع يعني منها جامد، وحطينا له بقى على ايديه ميه ساقعه ودهنا له مرهم وكده. الحمد لله يا رب انها جت سليمه. انا اصلا بيقول لي انت عامله طاسه صغيره كده ليه يا ماما؟ قلت له عشان خاطر تبقى غويطه يعني، لان انا فكرت ان هم حبه صغيرين هو اللي بيحب يعملها يعني. فقال لي طب وسعي بقى كده، طيب انا بقى احطها لك في الزيت يعني. هو اللي كان بيعملها لي زمان قبل ما يتجوز، بس انا اصطدته بقى النهارده، جالي كده هو لوحده. فقلت له اعملها انت. انا بعملها بالمعلقه الصغيره كده، بس هو بيمسكها بطريقه معينه، بيروح حاطط ايده فيها زي بتوع الزلابيه كده. فهو كان عمل لي فيديو زمان خالص في القناه القديمه، وكنت مسميه بقى ان هو هيعمل محل زلابيه. قلت له لو عملت محل زلابيه يا محمد هتنجح فيه. بص بيعملها صغيره خالص، وطبعا هي اول ما بتنزل في الزيت بتروح يعني بتروح مكوره نفسها لوحدها يعني. مش بقى الاشكال الهندسيه، الاشكال اللي هي الخزعبليه اللي احنا بنعملها في الزيت دي، لا هو بيعملها كده بالمعلقه زي بتاع الزلابيه بالظبط. ما اخدتش في ايده وقت خالص، بس عشان خاطر تهدي بتاع الزيت ولا يكون سخن ولا يكون بارد. يعني تهدي كده لغايه ما تحطي بتاع الرصه بتاعتك، وبعد كده تروحي معليه سنه وتقلبي بقى على طول. يعني اول ما تاخد الكفر بتاعها من بره، تقعدي تقلبي بقى، تجيبي اللي فوق تحت واللي تحت فوق، عشان هي بتاخد لون من تحت بس، ومن فوق بتبقى فاتحه. بصوا بتتنفخ ازاي اول ما تنزليها. بس الطاسه كانت معكساني بقى، عشان عماله تروح وتيجي على البوتاجاز، فكنت خايفه الصراحه لحسن الطاسه تتقلب علينا يعني احنا شغالين. بس كل ما اقول له بقى يا محمد سيبني انا عشان انت ايديك مش. وانا اللي بتاع ده كنت حاطه فيه العسل، بصيت لقيته حاطط فيه الزلابيه. انا مش حاطاه عشان كده يا محمد. انا كنت هحط الزلابيه كلها في طبق، وكنت يعني هرش كده العسل عليها من فوق كده. فراح بص هو عمل ايه، راح حاطط لي فيها الزلابيه. قلت له يا ابني دي صغيره. فطبعا بيبقى ايد يعني لما تكون ايدك انت لوحدك في المطبخ، غير لما تكون كذا ايد يعني. واللي احنا نطلعه، ياسمين بنتي واقفه وتروح واكلها على طول، وجوزي برضك حطوا لي طبق حطوا لي طبق. فبقيت عماله اقول لهم طب انا عايزه اصور لاصحابي يعني، ادوني فرصه اصور لاصحابي. فبقوا عمالين كل اللي نطلعه ياكلوه. بس ايدي هو ايده في العجينه وايده بيطلع. طب استنى يا محمد انا اطلع بدالك. فبقينا كذا ايد في المطبخ يعني، فالحاجه مش بتبقى من عمايل ايدك يعني لوحدك.
بس العسل بتاعك يبقى تقيل، ما يبقاش خفيف، عشان لما انا كنت بعمله خفيف كانت الزلابيه بتشرب عسل من جوه، وكانت يعني بتخلي الواحد يعني يتنحر منها. فانت تخلي بتاع العسل بتاعك يبقى سميك كده عشان الزلابيه ما تشربش العسل بتاعك. وادي بقى اخر بتاع الطبق، انقذت لكم ما يمكن انقاذه بعد ما كانوا كلوا وشبعوا. فبصوا بقى الشكل ده طلع هندسي شويه، عشان بس كان بيبقى كذا ايد، بس هي يعني سهله. ومقاديرها معلقه نشا، نسيت اقول لكم، معلقه نشا في قلب الدقيق. اوعوا تنسوا معلقه النشا في قلب الدقيق، دي برضك بتبقى بتخليها مقرقشه وحلوه. يلا اعملوا لي بقى لايك على الفيديو واعملوا لي تعليق حلو.